بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنعمل فول لشهر رمضان. الفول ده مغسول ومنقوع. خلينا المية غليت كده عشان ما نحطوش في مية ساقعة ويغلغل مننا. ماشي، حطيناه في مية سخنة بتغلي. ماشي، ومعانا بسم الله الرحمن الرحيم ومعانا عدس، بس انا بغسله لاني نسيت اغسله. معانا عدس كده، فول لشهر رمضان الجميل. اللهم بلغنا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. ومعانا جزرايه، انا مش مكتره يعني عشان الفول قليل، فالجزرايه صغيره. الفول للسحور، كل سنه وانتم طيبين. لازم الانسان في كل حاجه يجهز نفسه، وده شهر كريم. ادي قشرتها، هقطعها. انت ممكن تبشريها، يعني كل حاجه تنفع، عشان انا بعد كده هعمله في الخلاط، عشان قشر الفول بيتعب القولون، بالذات مريض السكر مش عايز حاجة تتعبه، كفاية اللي هو فيه. فكل حاجة تعمليها له اعملي حساب ان هو كل حاجة عنده مش سليمة، يعني ما هواش زي الانسان العادي. السكر لما بيكون عالي في الجسم بيخلي الجسم مفيش حاجة فيه طبيعية. نعمل حساب كده. كده معانا ليمونة، هنقسمها كده، نطلع البذر اللي فيها ونحطها كده. الليمونة مع الفول. في تركاية بقى حلوة قوي، اغلبية الناس ما بتاخدش بالها منها، اللي هي ايه يا حبايب قلبي؟ اللي هي الكركم. الكركم ده لازم تحطيه مع الفول، بيخليه جميل. غير الفوائد بتاعة الكركم اهو، نص معلقة كركم نحطها كده على الفول. حطينا كده التركاية الجميلة بتاعتنا. هنحط بقى، نحط كده قطاية حلوة معانا للفول.
كل حاجة جميلة، وكل حاجة تحضريها انت لو رايحة مشوار بتحضري نفسك ليه، فما بالك شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. ادي عايزين نحط بقى شوية فلفل اسمر عشان الكركم. ادي الفول، شايفة الجمال؟ لسه بقى هنوطي عليه ونغطيه. ادي هنحط شوية فلفل اسمر عليه اهو، عشان الكركم لازم الفلفل الاسمر، لازم الفلفل الاسمر عشان الكركم. يلا يا مريض السكر اهو، الف هنا وشفا. هنرجع نغطيه كده ونوطي عليه خالص. ادي البوتاجاز وطينا نهائي. في حاجة كويسة بقى يا مريض السكر انا عايزة اوريها لك، لاني مريض السكر بيبقى جسمه مش متظبط، بيبقى يعني لا اله الا الله، المناعة مش متظبطة عند مريض السكر، لان ده مرض مزمن فبيقلل مناعة الجسم، فلازم من حين لآخر تاخد حاجة للمناعة تقوي مناعة الجسم، اللي هي اهو. لازم من حين لآخر تجيب اي حاجة من الصيدلية تقوي مناعة الجسم، وهوريكي ازاي تستعمليها وكام مرة في اليوم. يعني دي مش هتضرك، انت لو خدتيها سكرين كده وجبتيها من الصيدلية مفيش ضرر، ولو شرط الطبيب بتاعك يكون احسن وافيد. هوريكي دلوقتي. ادي هي دي اهي، فتحنا هنا كده طلعناها من هنا اهي، بنستعملها. بنفتح كده، المفروض انت بتحطي 20 نقطة، 20 نقطة. انا بقى لما عشان باخدها وعديتهم يعني ايه بلاقيها كده، بحط القطارة كده، دي لما بعدهم بيطلعوا لي 20 نقطة. انا بحطها كده ماشي اهي. عايزة تستعمليها مرة واحدة في اليوم، مرتين في اليوم، هي المفروض مرتين، مرتين في اليوم لمريض السكر عشان تقوية المناعة، وعشان ما يلقطش اي فيروس واي حاجة من اي حد. لازم تكون مناعته قوية، فلازم من حين لآخر ياخد حاجة لتقوية المناعة. ونقلبها كده ادي نص كوباية مية على 20 نقطة كل يوم الصبح بعد الفطار وبعد العشاء. بعد الفطار وبعد العشاء، ماشي الكلام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هشربهم.
بتخلي جسمك نشيط، بتخلي جسمك نشيط وتمنع الامراض منك، ما تلقطيش اي فيروسات. ويا ريت ده كولاجين، ده كولاجين للعظم، للمفاصل، للجسم كله. هو لما تقريه هتلاقي فيه كالسيوم وفيتامين سي، الحاجات دي كويسة. هي غالية صحيح، بس يعني لو جبتيها حتى مرة في الشهر، مرة كل شهرين، يعني أنا بجيبها مثلا كل ما ربنا ييسر لي الحال. يعني هو المفروض الدكتور عاوزني أستمر عليها، بس الحال زي ما انتوا فاهمين، فبجيبها كل ما ربنا ييسر الحال. فانتوا كمان اعملوا زي، عشان التهابات المفاصل والعظم. السكر بيبقى عامل تآكل في العظم، فبنحاول يعني بنحاول نشد من أزر نفسنا. وقلنا في الشتاء لازم لبس الصوف، الشرابات الصوف، اللبس الصوف لازم في الشتاء. العدس اهو، اهو شايفة الجمال والحلاوة، شايفة انا وطيت عليه العدس والفول.